السلام عليكم، معاكم صبري فتحي صلى على النبي ويلا بينا. أستاذ التحذير هو حث المقاطعة على فعل أمر محمود، يبقى ده غلط، ده الإغراء. تمام. ازيك يا جهاد؟ ازيك يا مستر؟ الله يعزك يا رب، الله يحفظك. يلا كده من الدار للنار كده على طول يا مستر. قال يمتنع حذف حرف النداء من نداء اسم الإشارة. يمتنع. لو كان حاسها غلط بقى طبعا يدوس بقلة. يجوز بقلة يا أستاذ. مثل إيه؟ قولي. طب أنت عارف الشاهد قولي تعالى إيه؟ لا الهواية لا. ثم أنتم هؤلاء. والشاهد زرعواء. هؤلاء. الاختصاص يخالف النداء في اشياء. طبعا ده السؤال ده يا جماعه، طب يعني السؤال ده مقالي يعتبر. هو بيخالفوا يا جماعه بان اول حاجه ان الاختصاص ده يا استاذ لا يستعمل مع يا عبد الرحمن أداء ابتداء. حرف نداء. لا يستعمل حرف النداء. ماشي. و... و... لازم يكون في ال في النداء دي ما ينفعش. تمام، يبقى يسبقه شيء ويكون مقترن بالالف واللام عكس النداء يا استاذ. تمام. مع التمثيل ناخد مثال يلا. ديت الآل يعني. لا التمثيل عادي يعني، مثال الاختصاص. أي حاجة. نحن الرجال أجدع الناس. ماشي، نحن أشجع الناس. تمام. نيجي على درس العدد. في قريتنا، ونبهنا على دي كذا مرة. هنقول ايه يا أستاذ بقى كده؟ في قريتنا ستة تخالف تبقى ستة بالتاء مربوطة. طيب. أربع عيادات تبقى أربع بغير التاء. ستة ايه بقى؟ مسجد ولا مساجد؟ لا ستة مساجد. ستة مسجد. لا يا باش، لا. اقول لك ايه، انا رحت زرت النهارده 6 مسجد، ولا بقول لك رحت زرت 6 مساجد؟ ستة مساجد. وصل كده. ونقط ايه؟ أربع عيادات. 4 عيادات. وعشرة بالتاء مربوطة. 10 ايه؟ أطباء. هنا بقى التركاية بقى، وإيه بقى؟ مدرسين تبقى 7. ماشي. 27. شاطر. مدرب. هي منصوبة. تمام. ازيك يا جهاد؟ منصوبة. طب أنا قلت 20 ليه يا جماعة؟ ما قلتش 20 ليه؟ اللي هي ألفاظ العقود. لا، عشان دي خبر، فده كله مرفوع معطوف مرفوع، فقلت 20 عشان كده يا مستر. ما قلتش 20. ما هي تنفع 20 تنفع 20 عادي. هو أنا مش قلت قبل كده أي جر ومجرور في أول الكلام يبقى خبر مقدم؟ تمام. فاللي جاي بعده مبتدأ مرفوع بقى، دي الفكرة. اتكلم بعد كده يا مستر على لولا توقع فأرضيه. بص، توقع وأرضيه. الشاهد هنا يا مستر ايه؟ الأربع شواهد. إني وقتل سليكا وحين أو يرسل رسولا. الأربع شواهد. ها؟ تعال اسم الصريح ده؟ يبقى يا أستاذ نصب نصب المضارع جوازا يا أستاذ، لأنه معطوف بفاء بالفاء قصدي، معطوف بالفاء على اسم صريح أو اسم خالص، صح؟ وهو توقع. تمام. ده الشاهد بتاعنا يا مستر. اللي بعده بيقول لي اذكر حكم المضارع الواقع في جواب الطلب مع التعليل. لا تفشي سرا تكسب مواد. طيب هنا يا أستاذ، هنا بقى ادي الطلب. تمام. لا تفشي اهو، تكسب. ادي تكسب يا أستاذ، فتكسب ديت مضارع ماله؟ مضارع منسوب اللي هو حذف الفاء هنا.
يعني هو مجزوم بقى، ليه بقى مجزوم؟ وقف يجاوب الطلب، وقف يجاوب الطلب البحث. لا لا خالص، لما تكون النتيجة كويسة. حاجة كويسة اه يبقى لصحة تقدير دخول ان الشرطية عليه على النهاية يا استاذ. لصحة تقدير دخول ان الشرطية على النهاية، دي علتها. اما يغضب منك ده حكمه ايه؟ ديت عكسها ديت الرافع، لأن هو ايوه، لعدم صحة تقدير دخول ان تقدير الشرطية دخول الشرطية عليه. على النهاية. تمام. اقسام اسم الفعل باعتبار الاصل. أصل مبتدأ ومنقول. ماشي، يعني المرتجل والمنقول، والمنقول منه ايه؟ الظرف يعني الظرف زي دونك والجار والمجرور زي عليك، والمصدر زي رويد. تمام. واما المرتجل مثل كلمة صح، ده المرتجل. ونمثل بقى. بيقول لي اذكر حكم ماذا في المثال السابق. ماشي. زيد بن سعيد وافق الشروط ولا خلف الشروط هنا في المثال؟ زيد بن سعيد وافق الشروط. طالما مسألة ابن يا جماعة مفرد علم موصوف بابن مضاف لعالم مفيش فصل بينه وبين المنادى، وافق الاربع شروط، يبقى ده حكمه ايه يا استاذ؟ طالما وافق الشروط كلها يبقى حكمه ايه؟ البناء على الضم. بالظبط كده، يبقى البناء على الضم والايه؟ والفتح. تمام. الجواز التاني يعني، أو لو خالف يبقى فتح رفع بس. الله، زي ايه؟ ما هو خالف لك في اللي بعده اهو. يا غلام، المنادى هنا يا مستر مفرد علم. بس انا فاصل بين الفعل لا يا باشا، المنادى هنا ايه؟ مفرد علم ولا ليس مفرد علم؟ لا مش مفرد علم. طيب يبقى وجب البناء على الضم. طب ايه السبب يا استاذ؟ لان المنادى يا استاذ ليس مفرد علم. طب لو قال لك يا زيد ابن اخينا، هياه يجب بناء على الضم. ليه؟ لان ابن ليست مضافه لعلم، ده مضافه لغير علم. ما انت خالف اي شرط من الاربعه يبقى يا استاذ ايه؟ وجب بناء على الضم. صعب الكلام. طيب قال ابن مالك وانو انضمام ما بينه قبل النداء. انت عندك بقى المنادى مبني قبل النداء، صح؟ يبقى يبقى هنا هو عايز ايه؟ هنا شرح ولا عايز العنوان؟ اختار ايه يا مستر؟ المنادى المفرد بالمعرفه مبني قبل النداء ماشي بالمضاف، اختار ايه؟ لا مبني قبل النداء. تمام كده يا استاذ. خلصنا كده موضوع التابع. يلا بينا. اشترك في المسابقة. اشترك في المسابقة 13 13. هو مسابق مذكر، 3 بتخالف صح؟ يبقى هنشيل دي وهنشيل دي عشان هي بتخالف. والتالتة هي الرابعة. هي الرابعة لأن كده كده يا أستاذ 10 بتوافق 3 بتخالف. والتالتة بتخالف. طيب إن قام شرط زيد يقوم، هنا شرط ماضي، قام ماضي ويقوم مضارع، يبقى المضارع ده حكمه ايه؟ الأول والرفع حسن يا أستاذ. طب لو كانت المضارع ده مضارع وده مضارع يبقى يجب الجزم والرفع ضعيف. كنت يبقى في مؤول بالحالة اهو. ما هم 3 أمثلة، يا إما قال لك سيرت حتى أدخل البلد، فحتى بتدل على المستقبل يبقى دل على يبقى وجب النصب. تمام كده؟ طب اتكلم ودخل يبقى ده مؤول بالحال بقى، حال ومؤول بالحال يجب الرفع. هنا برضو مؤول بالحال يبقى يجب الايه؟ طب وحتى هنا حرف ايه؟ تعرف؟ حرف جار ولا ابتدائية؟ كنت سرت حتى أدخل ابتدائية. بس الفكرة ابتدائية اللي هو لسه مش ولا في حتى مستر هي العاطفة دي. ملاش دعوة بقى، انت مش عليك بقى، العطف ده على في الأدب مش عليك انت. عشان في الكتاب يعني في الملخص. ايوه ده على الأدب مش على العلم. رويدة زيد اسم الفعل يا أستاذ هنا. رويدة زيد جر اللي بعدها
يبقى رواية طالما جر اللي بعدها يكون اسم فعل ولا يكون ايه بالظبط؟ لا اللي بعدين لا مصدر طبعا. يبقى مصدر. طب لو نصب ما بعدها يبقى اسم ايه؟ اسم فعل. تمام. فإياه حذر الغائب، تحذير الغائب حكمه ايه؟ لا، الغائب ديت شاذ. شاذ. الأكثر شذوذا. وأشد شذوذا عشان بيحذر مين الغائب يعني. الغائب أكثر شذوذا. طيب هنا كم عبدا، واحنا قلنا كذا مرة كم. ليه بقى؟ مش قلنا يا ابني ادي كم بعدها مفرد منصوب يبقى استفهامية، قبلها حرف جر استفهامية، شكرا ده علامتها. اما كم الخبرية بعدها حرف جر او بعدها جمع او بعدها مفرد بس مجرور، دي كم الخبرية بس. هنا بعدها ايه يا مستر؟ مفرد ايه؟ منصوب، يبقى كم ايه؟ استفهامية. بس كده. طب وزيدا حذف حرف النداء يا استاذ، المنادى المندوب، هل ينفع نحذفه لا ولا لا يجوز؟ لا لا يجوز. هنا بقى الاربع امثله دول يا مستر، ثواني ناخدهم على السبوره مثلا. هو عايز يجب الرفع في انهي واحد فيهم يعني، بس احنا كده كده نكبر الموضوع شويه. يا استاذ صح احسن اليك وصح فاحسن الى اخره. طيب يعني اقول لك هنا اسكت فاحسن، طبعا ده النصب لان فاء السببيه مسبوقه بطلب محض. طب اسكت احسن نتيجه كويسه وصح تدخل الشرطيه يبقى ده الجذب. صح فاحسن فاء السببيه مسبوقه بطلب غير محض يبقى ده الرفع. ديت رفع. صح احسن برضو ايه؟ جذب. جذب. صعب الكلام لا بالظبط. لحظة كده. ايه ارجع تاني؟ لا صور بس صور. بس كده. يبقى الركوع مضارع بعد فاء السببيه المسبوقه بطلب غير محض هنا يا استاذ الدل على باسم الفاعل او كان لفظ الخبر بقى مثل حسبك الحديث في من الناس يعني. اتكلم بعد كده في القطعه بقى يا استاذ. بيقول لي هات لي يا عم الحاج اسلوب اغراء وحكم المغربين. اغراء حاجه حلوه بشجعك تعملها زي ايه؟ تتحد وتعلم. ان يا راجل اتقي الله. الاتحاد. ايوه كده يا استاذ. وصيغتها التكرار مش تكرار ديت. التكرار. يبقى حكم اضمار العامل، ايوه اضمار العامل واجب يا استاذ. هو ما جابهاش بس احنا بنقولها واجب، اضماره واجب في كل واجب. والمغرى به يا استاذ حكمه ايه؟ وجب الايه؟ الرفع ولا النصب ولا الجر؟ رفعك يا شيخ. النصب. ما هي كلها مفاعيل، ما هي كلها مفاعيل. هو عايز بعد كده مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا. عندك بقى فاء السببية لم الجحود لم بص عيش، والتاني مظهرة وجوبا علامة واحدة صح؟ لألا. لألا. يبقى دور على كلمة لألا. فين لألا هنا في المظهرة وجوبا؟ فين لألا اهي تندموا صح؟ يبقى اكتب يا مستر تندموا، ده منصوب بأن مضمرة وجوبا. ليه العلة؟ لأن أن قبلها لام التعليل او لام الجر يعني وبعدها لام النافيه صح؟ طب هات لي بقى مضارع منصوب بأن مضمره وجوبا بقى. ماشي. حتى في الاخر حتى يعجز صح؟ يعجز تمام كويس عشان حتى دلت على المستقبل يعني. ماشي. اسلوب اختصاص بضاعة الضمير يلا. فين الضمير؟ فنحن العرب أولى الشعوب. ماشي. من أول نحن كده يا مصر تكتب لحد كلمة الوحدة صح؟ والاسم بص دايما 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 حكمه واجب ايه؟ النصب. واجب النصب. مش هتكلم بس عشان رمضان بس وعيد وكده فمش هشتم يعني. واجب النصب. ألف سنة يا عبد ربنا يحفظك يا ابني. منادى وبين نوع. هتقول لي يا مستر يا شعوب العالم صح؟ نوعه ايه؟ ديت مضاف. شاطر. كلمتين ومفيش تنوين يبقى نوع مضاف. حكم واجب النصب يا استاذ لما اجي اعدل منادى منصوب بالفتحه عادي جدا. طب مضارع وقع في جواب الطلب يبقى انت هتدور على ايه؟ على نهي وامر وتشوف اللي فيه.
وابعد عن الشرط وابعد عن النصب، خلي بالك. نهي او فعل امر، يبقى لا تفعل كذا او افعل كذا وفي نتيجة. لا تذاكر تفشل، لا تلعب تنجح، حاجة زيها، او ذاكر تنجح. ايوه، فلا تتفرقوا، ايه اللي يحصل؟ يفتك بكم او يفتك بكم الاعداء بقى. طب لا تتفرقوا ده النهي، فين الجواب؟ يفتك بكم. اكتب هنا بقى يفتك، هو عايز الحكم. طب يفتك دي نتيجة حلوة ولا وحشة؟ يكتب وحش. وحشة. تبقى الحكم ايه؟ وجب الرفع. شكرا كده. لعدم صحة تقدير دخول ان الشرطية على النهي، صح كده؟ طب هو رأي الكسائي ده لا لو في اي رأي يا حبيبي هيوضحه لك، اذكر رأي الكسائي. وصل كده؟ ماشي. بس انما عامة احنا بنتكلم بالعموم. بيتكلم بعد كده مضارع يجوز فيه النصب والجزم، هتدور لي على فعل شرط بعد مضارع معطوف عليه، صح؟ طب لو كان عايز يجوز ثلاث احوال هتدور لي على جواب الشرط بعد مضارع معطوف عليه، تمام. يبقى احنا عايزين نحل دي بس يا مستر، اتفضل. ماشي. تعملوا، يبقى ده فعل الشرط اهو بعد مضارع معطوف عليه يا مستر. خلاص يا عم الحاج، يبقى تعمل يجوز فيه النصب وجزم. قال لك السبب لانه معطوف على ايه؟ على فعل الشرط بحرف الواو والعطف. شكرا كده يا استاذ. بس كده، ده العله يا استاذ. اسلوب تحذير، بدور على حاجه بحذرك تعملها. برضو نفس الفكره يعني، نفس العله تحت مشهوره. اياكم والتفرق يا استاذ. طب حكم مضمار العامل بقى يا مستر، ده هو جابها حتى يعني واجب، كله واجب يا استاذ ما عدا الافراد بس يا استاذ. طب مضارع يجوز فيه الرفع والنصب اهو جابها لنا اهو، ما زعلش يعني. الثلاث احوال هنجيب بقى الجواب الشرط بعده مضارع معطوف عليه، يلا. وتنعموا. يبقى ده جواب الشرط ساعده، ده جواب الشرط. وتنعموا معطوف عليه يا استاذ. كويس، يبقى ده يجوز فيه الثلاث احوال، رفع ونصب وجزم. شكرا. مع بيان السبب يا استاذ هنقول له بقى ايه؟ لانه وقع بعد جواب الشرط طبعا مقترن بالواو. معطوف بالواو بالظبط كده. شكرا. القطعه كده يا مستر. بيقول لك علل وجوب النصب المنادى في كاتبا راقب في كتاباتك. طب يا كاتبا دي ليه منصوب؟ ماله؟ نكرة غير مقصودة. بالظبط كده، نكرة غير مقصود. اما يا كاتب ماله؟ نكرة مقصودة. نكرة مقصودة. شكرا كده يا استاذ. وجوب الرفع المضارع بعد اذا انت اكس تنجح، حط لك اكس في النص، يبقى قصده ايه؟ لا ده فاصل في فاصل بين اذا والفاعل. تمام. تمام. جواز حذف جواب الشرط انت ناجح ان ذاكرت. ليه؟ انت ظالم ان فعلت، فاكر؟ دل على حذف دليل. بالظبط كده، دل عليه دليل قوله انت ناجح، فان ذكرت فانت ناجح، دل عليه دليل. شكرا. وجوب نصب تابع المنادى في يا محمد صاحب خالد. من الاخر انت هتحلل يعني، حتى لو انت نسيت حلل تابع وخلاص. صاحب خالد نوع مفرد ولا مضاف؟ مضاف. في الف ولام ولا غير مقترن الف ولام؟ يبقى غير مقترن بالالف والايه واللام. شكرا. حللها بقى لو انت نسيتها ولا حاجه. طيب اخر نقطه بقى، استناني بس كده هناخدها كده يا مستر على السبوره، معلش بقى. بيقول لي يا استاذ لام الجحود على المضارع المسبوق بكون منفي، يبقى الحكم ايه ساعتها؟ وجب النصب المضارع وجوبا يا استاذ ما كان الله ليغفر ليغفر. وفي الامتحان هنقول نمثل، ما ننساش التمثيل حتى لو ما قالش تمثل، لان بعض الطلاب بينسوا الكلمه دي، بينسوها والله، فنخلي بالنا والله يا مصر ساعتها. جمله جواب الشرط جمله فعليه فعلها جامد زي عسى وبئس، يبقى انت عايز فعل شرط يعني، مثلا نقول له ايه يا مستر؟ اي مثال بقى؟ ولازم يقترب بالفاء صح؟ يعني ان تذاكر فعسى ان تنجح،
صح؟ يبقى الحكم ايه؟ وجب ايه؟ وجب اقتران جواب الشرط بالفاء، صح؟ بالفاء لا يصح أن يكون جوابا لأنه لا يصلح أن يكون جوابا للشرط. جزاك الله خير. فوجب الاقتران بالفاء لمن يكون الجواب إذا كان مع شرط وقسم، خلي بالك، ولم يتقدم ذو خبر، يبقى الشرط اللي جاب له مين؟ متقدم للمتقدم. شاطر. يبقى الجواب المتقدم سواء كان شرط وسواء كان ايه او قسم. انا عايز بقى مثال الاثنين مع بعض. ديت ان والله انا عايز ولم يتقدم ذو خبر، تجيب لي ذو خبر. ماشي، عايز قسم في الاول يعني. والله ان تذاكر، صح؟ تنجح ولا لا تنجحن؟ ها، وصلت؟ والله ان تطع الله لتفوزن. ما انت ما تجزمش بقى. لام القسم. انما هنا ان تطع والديك والله تفوزنا. لا، او تفوز بقى، تفوز. ما انت خلي بالك ان موضوع القسم لا تفوزن، انما الجزم تفوز. ده بيجيب لك نقطه في الامتحان بسبب النقطه دي يا استاذ في الاعراب. ما انت في الجزم بتحذف حرف العله، اوعى تعرف في الامتحان. انما دي اسمها لام موطئه للقسم، فيها قسم دي. يبقى انت عندك ده قسم وعندك ده جزم، جواب شرط. لو استفدت او استفدت من الفيديو ده، يا ريت تضغط على زر الاشتراك، يعني بالعربي كده تشترك في القناة. لايك على الفيديو، حاجة بس منك ولكن بتشجعنا ان شاء الله تعالى ان احنا نكمل في تنزيل فيديوهات.